كلمتين لمجلس إدارة نادي الزمالك، وأنا واحد من جمهور نادي الزمالك، وأنا عارف إن الكلام اللي أنا هقوله ممكن هتعملوا بيه وممكن ما تعملوش بيه، بس أنا كواحد من الجمهور أنا عايز أصحصحكم على حقيقة. أنا عارف إن مليون في المية الفلوس اللي انتوا بتدفعوها في صفقات اللعيبة ما بتاخدوهاش من جيوبنا، وانتوا أحرار. هيبقى فيه تمويل، هيبقى فيه مساعدات، هيبقى فيه قروض، هيبقى فيه رعاية، هيبقى فيه إعلانات، هيبقى فيه اللي فيه. وأنا ماليش دعوة باللي انتوا هتدفعوه. أنا هقول لكم بس على نصيحة: اتعلموا ان انتوا يبقى لكم قرار، اتعلموا ان نادي الزمالك ما بتلويش دراعه. مش كل ما يجي واحد زي زيزو هو ووالده يقعدوا يتكلموا وابن ليه عروض و5 مليون دولار والنادي الاهلي عايزه وبيراميدز عايزه والعفاريت الزرقاء عايزاه. الزمالك للمره الثانيه ما بيتلويش دراعه. يا اللاعب يبقى مرتضي يلعب في نادي الزمالك بامكانياته، يا اما ما يلعبش، هو حر. انا دلوقتي انا بحدد للاعب، انا ليا سقف انا مش هتخطاه لو انت كريستيانو رونالدو. لكن انتم مصممين ان انتوا اللعيبه تضحك عليكم وتلعب بيكم. كل ما تيجي مثلا واحد زي فتوح يجدد يقول لك الاهلي، كل ما واحد زي زيزو يجدد يقول لك الاهلي. اللي عايز يروح يتفضل، الباب مفتوح، يتوكل. انت دلوقتي عشان نتكلم بكل صراحه وبكل واقعيه، زيزو عمل بطولات قد ايه مقارنه باي لاعب في النادي الاهلي لسه رايح هناك اول امبارح؟ زيزو من يوم ما دخل نادي الزمالك وبن شرقي وساسي وطارق حامد ومصطفى محمد وامام عاشور ومؤمن زكريا وكهربا واي عفريت كان بيلعب في الزمالك، عمل بطولات قد ايه؟ بطولاته ايه مقارنه بعيل قاعد على الدكه مع النادي الاهلي خد قدهم 10 مرات كبطولات؟ عشان تيجي كل مره تجدد مع الزمالك ان انت تقعد تقول لي جاي له عروض بقد كده ويتجددوا له هيروح الاهلي؟ ما يروح الاهلي. انت لو وديت اي جحش للاهلي ولبسته تيشيرت الاهلي هيروح وياخد بطولات، مش لعيبه وتقول لي لعيبه سوبر وبدا. سيبكم من الكلام ده، ما تخليش حد يلوي دراعكم. نادي الزمالك كبير واحنا دي امكانياتنا، اعمل زي الاسماعيلي واعمل زي طنطا واعمل زي اي نادي، هي دي امكانياتي. اقدر اجيبك اهلا وسهلا، مش هقدر اجيبك خلاص روح شوف حالك. لكن حته المراوغات وحته لوي الدراع وحته الهجص اللي بيحصل ان انت اللي الاهلي عايزه فاديله 60 مليون جنيه لايه؟ زيزو تدفع فيه 60 مليون جنيه عشان ايه؟ عمل لك ايه؟ بطولة الدوري بتاخدها كل 5 6 7 سنين، يعني يبقى زيه زي غيره. ساسي وبن شرقي ومصطفى محمد وكان معانا عفاريت زور، والناس الغلابه اللي عماله ترفع صورهم وتقول لك احنا كان معانا فريق. عمل ايه الفريق؟ احنا لما كان معانا دول عملنا ايه؟ احنا واخدين كام دوري بساسي وكام دوري ببن شرقي وكام دوري بمصطفى محمد، كام دوري بزيزو؟ احسب لي وقول لي، طلع لي كده، قول لي زيزو من يوم ما دخل الزمالك خد 3 4 دوري 6 دوري، خد 5 كاس، خد افريقيه مع المنتخب قد كده، خد دوري ابطال افريقيا مع الزمالك قد كده. انتوا لو جيتوا ان انتوا تعملوا مقارنه بين زيزو احسن لاعب في مصر واحسن لاعب على الكوكب بالنسبه لمصر، وتقول لي اخد دوري وكاس وبطوله دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، هتلاقوا ان انتوا بتتكلموا في حاجات فعلا ما تصحش. هتقول السكواد وان انت هو بيلعب مع النادي وظروف النادي انا ما يخصنيش، انا ما يخصنيش. لكن انت تقول لي تجديد لزيزو ب 60 مليون ويجي عيل لسه هو ابن اول امبارح زي فتوح تقول لي هنجدد له ب 30 40 50 مليون؟ ليه؟ عشان ايه؟ ليه؟ عشان ايه؟ كفايه الصفقات العره اللي انتوا بتجيبوها، سيدي نداي والواد جيفرسون وقبلهم مايوكا وبعدهم موتيابا وبعدهم ابراهيم نداي يا مجلس اداره الزمالك اتعلموا الاحترافيه، حطوا سقف، اللي هيتخطاه يا ابن الباب مفتوح، هات لنا عقد محترم وتتوكل على الله. ده اللي انا اعرفه. انما هتقعدوا تدلعوا واللي عايز 60 70 ياخدهم. شكرا.